يا مساء الفل، اهلا وسهلا بيكو. معاكو نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. تخيل معايا كده واحد بيصحى كل يوم الصبح يتعب ويشتغل ويطلع عينه، وفي اخر الشهر يستنى المرتب بحماس. بس قبل ما المرتب بيدخل جيبه الحكومة بتكون خدت نصيبها الأول، وفي نفس الوقت في شخص تاني كسبان فلوس كتير جدا مع شركات ومشاريع، ومع ذلك بيدفع ضرائب أقل بكتير. سؤال هنا بيوجع، ازاي الغني بيدفع أقل والفقير بيدفع أكتر؟ النهاردة معانا الخطوة الرابعة للثراء من كتاب الأب الغني والأب الفقير، تاريخ الضرائب وقوة الشركات. خلينا أقولك الأول حاجة غريبة، احنا متعودين نسمع ان الضرائب معمولة عشان الأغنياء يدفعوا أكتر، لكن الحقيقة اللي حصلت عكس كده تماما. الأغنياء اتعلموا ازاي يحموا نفسهم ويقللوا الضرائب اللي بيدفعوها، إنما الفقراء والطبقة المتوسطة هم اللي بيشيلوا الحمل الأكبر. الأب الغني كان دايما بيقول إن الأغنياء بيبنوا شركات عشان الشركات بتبني لهم ثروتهم. ليه؟ لأن الشركات عندها مميزات، إنها تقدر تصرف مصاريفها قبل ما تدفع الضرائب أصلا، كمان تقدر تستثمر وتحافظ على أرباحها، وفي نفس الوقت بتدي لصاحبها حماية قانونية. أما الشخص العادي فبياخد مرتبه الأول، وبعد كده الحكومة تاخد حقها قبل ما هو حتى يفكر يصرف. يعني ببساطة الأغنياء بيستخدموا قوة الشركات، لكن الفقراء عايشين تحت ضغط الضرائب طول الوقت. نصيحة الحلقة دي، حتى لو مش معاك شركة دلوقتي، اتعلم عن أساسيات إدارة المال، ازاي تحوش وازاي تستثمر وتفكر زي رجال الأعمال، لأن التفكير ده هو أول خطوة بتبني بيها شركتك في المستقبل. وبكده أكون خلصت الحلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا لي في التعليقات لو عندك شركة صغيرة أو مشروع، هل فكرت قبل كده ازاي تستفيد من قوانين الضرائب لصالحك؟ أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. الحلقة الجاية بقى هكشف لكم قاعدة بتغير اللعبة كلها، وهي إنك تدفع لنفسك الأول قبل أي مصاريف تانية. خليكم مستنييني، وافتكروا دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود، وأشوفكم الحلقة الجاية.